جالك مزق في العضلة الضامة مرة واتنين وبقى في ألم مستمر وبقيت خايف ترجع للملعب تاني؟ إصابة العضلة الضامة من أكتر الإصابات اللي بيتعرض ليها الرياضيين وخصوصا لاعبي كرة القدم. الإصابة في حد ذاتها مش مشكلة، ولكن المشكلة في طريقة التعامل مع الإصابة، وده لأن العضلة الضامة في منطقة معقدة تشريحيا وكمان ليها أدوار مركبة في التحكم في حركة الطرف السفلي. من أكبر الأخطاء اللي بتحصل في التعامل مع إصابات العضلة الضامة هي التسرع في الرجوع للملعب مرة تانية. في مجموعة من الاختبارات لازم إن هي تتعمل في الأول علشان نتأكد إن العضلة قادرة إن هي تشيلك تاني في الملعب وتتحمل الأحمال البدنية اللي هتتحط عليها. والتسرع ده بيكون ناتج عن سوء تقدير درجة الإصابة في الأول، فالإصابة ممكن تكون شديدة وتكون محتاجة فترة علاج وراحة أطول من الفترة اللي خدتها. ومن الأسباب المهمة جدا لتكرار الإصابة بتاعة العضلة الضامة وإنك تتصاب مرة واتنين هو ضعف العضلة الضامة، لأن محدش بيهتم بتقوية العضلة الضامة سواء في الجيمات أو في التمرينات. معظم الناس بتقولك اعمل إطالات وافرد العضلة، لكن العضلة الضامة محتاجة إن هي تكون قوية، لأن زي ما قلنا ليها دور مركب ومعقد جدا في ضبط حركة الطرف السفلي. من الحاجات برضو المهمة اللي بتؤدي لتكرار الإصابة دي هي عدم ممارسة التسخين الكافي، والتسخين غير الإطالات خالص. انت قبل ما تلعب محتاج تسخن جسمك فترة ما تقلش عن 10 ل 15 دقيقة، بيبقى فيه بروتوكول لتسخين الجسم كله بالإضافة طبعا لتمارين الإطالة. هقولك دلوقتي على 3 تمارين مهمين جدا عشان تمنع الإصابة وتساعد في تقوية العضلة الضامة. أول تمرين هو السايد بلانك بالشكل ده، ولو التمرين صعب هتعمله رجليك متنية. هنعمل من 2 ل 4 مجموعات، وكل مجموعة هنثبت من 45 ثانية لحد 60 ثانية، ونكرر الكلام ده 3 مرات في الأسبوع. تاني تمرين هو السوباين هيب فليكشن، هتنام على ظهرك وهتشد رجلك عليك بالطريقة دي. هنعمل من مجموعتين ل4 مجموعات، وكل مجموعة من 10 ل 15 تكرار. تاني تمرين هو الستاندنج هيب ابدكشن بمقاومة خفيفة مش عالية، هنعمل من مجموعتين ل4 مجموعات، وكل مجموعة من 10 ل 15 تكرار.